السلام عليكم، انا ابو ميدو وده استوديو نو رولز وده برنامج لسه ريسبكت شغال. في البدايه احب ارحب بضيفي النهارده كاش رولز. اخويا عامل ايه يا مويد. كاش؟ الحمد لله زي منور الفل. الدنيا على بنورك اقسم بالله. يا اخويا اخويا حلو اللوك ده. جديد صح؟ ما اتحرقش قبل كده لا تراجع على استسلام، صح؟ اتعملت في قلب في قلب مسلسل. محدش هيتخيل ان احنا نعملها تاني. اخويا اخويا عايزين نعرف الناس في الاول كده مين هو كاش رولز. كاش رولز ميوزك برودوسر وساوند انجينير، وتاني يعني ميوزك برودوسر اكتر من ساوند انجينير. حلو. من شبرا خيمه شبرا مصر عشان بتفرق معلش. بس كاش بدأت مزيكا من امتى؟ بدات اتعلم برودكشن 2008. حلو ده. وانت يعني انت من زمان وعارف ايام هنا اللي مفيش حاجه خالص، اعتمد على نفسك. ساوند كليك وشادو فيل انت فاهم. بتحمل بيتس وبتاع، بس انا اتدربت بيها. يعني انا من زمان انا بسمع راب كده كده، بس انا كنت مهتم اكتر بحته المزيكا بتعمل ازاي اكتر من انها راب. تمام. فاهم قصدي؟ يعني اعرف مثلا ناس تانية كانت بتسمع برضه راب من نفس الفتره، بس عمره جه في دماغه ان هو يبرودوس. انا رابر، انا بسمع راب، عاجبني الرابر، انا عامل زيه، بس انا شخصيا بحب البرودكشن. المزيكا شدتك 2008 مثلا، قعدت لحد 2011 بخبط. تمام. ومن 2011 بقى خلاص عرفت الدنيا تقريبا ماشيه ازاي. بس هو الكوميونتي ساعتها كان مختلف. يعني انت ساعتها مثلا لا انت كنت ممكن تريتش اوت لبرودوسرز. يعني انا افتكر زمان ما كانش اصلا في برودوسرز كتير. اللي موجودين اللي هم يعني يتعدوا على الصوابع. ايرن كيرتن، جامايكا، رحال بيتس، اسكندريه. ناس تعدي على الصوابع قليلين قوي. محمد الديب، اركيتكت، اللي هي الناس موجوده من بدري وتقال وبيعملوا الحاجه دي بقالهم شويه، والكلام بينزل على النت واكشلي حلو، مش اللي هو مثلا فاهم بيخبطوا زيهم زيك. لا هم اكشلي استابليشد ارتست موجودين بالظبط. فكان الوضع هناك يعني اسهل في حته انت تريتش اوت للناس، لان الناس كانت سبورتيف اكتر ساعتها، لان ما كانش فيه حد، ما فيش برودوسر. فانت لو انا مثلا ما علمتش حد تاني، او مثلا لو حد دخل سالني وانا ما ردتش عليه، ما هو خلاص كده هيلاقي المعلومه فين. انت فاهم قصدي؟ فالكوميونتي ساعتها كان سبورتيف. كان في منتديات بقى لو تفتكر، عرب ليج وبتاع، كانوا بيعملوا بيت باتلز وباتلز بين رابرز وبتاع، وبينزلوا توتوريالز، وبرودوسرز من اللي شغالين اوريدي معاهم بينزلوا حاجات. فكان ساعتها اتس فيري يوسفل. التوتوريالز ابتدت تنزل متاخر. طبعا ده كده كده حلت ازمه خالص. كاش، ايه الخطوات اللي بتعملها لما تيجي تعمل بيت؟ يعني ايه البروسيس؟ بتحب تبدا مثلا بالميلودي؟ لا انا هبدا بكيك والسنير. لا انا في دماغي تيمبو، انا في دماغي فكره. طيب تبدا منين؟ بتمسكها ازاي؟ بص يعني انا شخص متوحد جدا في الحوار ده بجد. يعني انا مثلا حتى في الدي اي دبليوز اللي بستعملها، يعني انا مثلا تلاقيني شويه شغال بفروتي لوبس، وشويه شغال بايبلتون، وشويه شغال باسيد برو، وشويه شغال بميكس كرافت، شويه شغال كده. طالما مطلوب. لا في حاجات حلوه هنا وحاجات حلوه هنا، بس انت فاهم قصدي؟ نفس الكلام في البروسيس. يعني البروسيس بتاعتي مش ثابته. في اوقات بيبقى في دماغك الدرامز اللي هو انا حاسس بالسوينج اكتر. انت فاهم قصدي؟ ممكن مثلا تبقى بتسمع تراك، او انت معدي مثلا حد مشغل اغنيه جنبك، انت سمعتها خلاص هي خبطت معاك في حاجه. انت فاهم قصدي؟ خلاص اللي انا ببدا باللي انا حابب ابدا بيه، اللي هو مثلا انا فكرت في الدرامز الاول، او حاسس ان التراك هيبدا معايا بالدرامز، فببدا من الدرامز وبيلد عليه. حلو. جه في دماغي الميلودي، خلاص انا هبدا بالميلودي. ساعات بتبقى سامبلز، ممكن مثلا تعدي عليا اغنيه تشدني فيها حته، انت فاهم، دي تنفع هنا، قلب تراك دريل بيموت. انت فاهم قصدي؟ خلاص هي لازقه في ودانك. دي اول حاجه بتتعمل في البروجكت، تاخدها تقصها وبعد كده تلاير اي حاجه تاني فوقيها. تحب تسمع مين مثلا حاليا؟ مين اكتر ناس بتحب تسمعها؟ هنا ولا بره؟ عامه هنا عامه. اكتر حاجات بتشتغل معاك؟ اللي على سماعتي على طول هتلاقي بقى يعني كده كده اللي في البلاي ليست بوم باب، فاهم؟ هتلاقي كله بوم باب، موب ديب، دكتور دري بقى، اللي هي الحاجات، فاهم؟ بس اللي انا بسمعه مثلا الفتره دي في الحاجات اللي طالعه، لا مضروب بقى باليوكي دريل اكتر حاجه يعني. جاي معايا بتحب الحاجات الغشيمه، عارف انت تحسه البوم باب بس بتاع الالفيه الجديده. جريتي برضو والليركس كلها تقيله الى حد ما، والرابرز تعبانين. انت فهي انت يعني انت اكنك مثلا بتسمع تراك لموب ديب، بس هو معموله 2024، هي نفس النظام. طيب لو عايز تعمل فيتشرز مع رابر ومغني او بروديوسر، 3 اشخاص، رابر. طيب رابر انا شايف ان انا مثلا اطلع مع حاجه جامده، ادهم توكز.
بحب الاولد سكول والعنف والهارد جدا بقى. والكلام انت ده اللي طلعنا لقيناه، انت فاهم يعني. التراب برضه شبه جديد علينا الى حد ما. يعني ممكن الشباب اللي هي مولوده برضه في الالفينات وكده اقرب لهم تراب ودريل بس احنا لما طلعنا كان بوم باب بس، انت فاهم. خبط. بالظبط. ادهم توكيز وش. مغني زجزاج زجزاج روش، ويديك فوكلز زي انت فاهم. انت لو خدت مثلا سحلته معاك في تراك هيديك فوكلز جامده فشخ. برودوسر دي بقى اشتغل مع برودوسر ككولاب يعني. صعب، في ناس كتير قوي بجد. ليجاسي كده برودكشن 100% ليجاسي وش. بتحب في المزيكا اكتر الدرامزات الايقاعات ولا الميلوديز؟ انا شايف ان الدرامز هي الاساس يعني. انت ممكن الميلوديز تبقى جامده وكل حاجه، ما اختلفناش وكاتشي، بس الدرامز هي السوينج، هي اللي بتشيل كل حاجه، هي اللي بتاخد التراك من الاول للاخر، فاهم قصدي؟ يعني بتلاقي مثلا في تراكات الميلوديز فيها يعتبر مش حاجه، ممكن يكون مثلا لاير واحد ميلودي، زي راك سيتي مثلا بتاعت تايجر، هي ميلودي واحده بتتكرر ثرو اوت التراك كله، بس الدرامز هي اللي شايله التراك، هي اللي فيها الباونس. فبالنسبه لي الدرامز لو يعني عارف انت اللي هو التراك لو مش هيشتغل في عربيتك ما تكملوش. انت قصدي ما تكملش فيه. كاش. قول لي. هقول لك 10 ارقام من 1 ل10، تختار منهم 3 ارقام. ماشي. كل رقم فيهم في مصطلح في الراب او في البرودكشن او في اي حاجه تخص الهيب هوب الموضوع، فاهم؟ اوكي. اول ما اقول لك المصطلح انت تقول لي اول حاجه جت في دماغك، سواء بقى معناها بتفكرك بايه اللي جه في دماغك في لحظتها. ماشي. ماشي. اختار. 5. الرايم. طيب انا كنت مضروب عامه بأبي يوسف من اول ما طلع لحاجه، يعني انا طلعت لقيته برضه، بس كان بيعمل حاجات لو كواليتي شويه يعني مختلف خالص عن دلوقتي، بس يعني هو قال بار مفيش حد مالتي سيلابل عربي بيا ما تاثرش، هو دي حقيقه. انت فاهم قصدي؟ يعني ما كانش في حد ساعتها بيعمل اللي هو بيعمله ده. حته الرايمنج اللي هو هي كومبلكس قوي وصعب قوي ان انت تفكر انت تعمل زيها. يعني انت لو قعدت ورقه وقلم عشان تكتبها هتكتب الرايم بس مش هتميك سنس، مش هتقول البار اللي انت عايزه، هتبقى بتخدم الرايم بس مش تخدم البار. هو بيقول اللي هو عايزه بس برايمز غريبه، اللي هو بتلاقي التراك السكيم بتاعه من فوق لتحت بس هو عامل كده. انت لو خدته لو انتوا هتلاقي في حاجه غريبه بتحصل. طب من اول الناس اللي اخترعت انها تخرج عن الرايم اصلا، اللي هو فاهم بيرمي لك مالتي سيلابيك رايمز، فاهم؟ كذا حته هنا ويربط دي بدي واي ببي وبي وسي، تلاقي خريطه انت قدامك يعني لا الرايمنج ستايل بتاعه كان مهول. وخصوصا ساعتها، يعني ساعتها مثلا كنت تلاقي اللي بيراب مين، اي ماني، ام سي امين. مع ان اي ماني انا بحبه جدا يعني، وعلى المستوى الشخصي هو صديق شخصي يعني، بس كان بيرايم وكل حاجه والفلو بتاعه كان حلو بس مش كومبلكس، مش معقد قوي زي اللي كان يوسف بيعمله. لا يوسف اداك مثال حي للكتابه هنا زي بتاع بره. انت مثلا ممكن تبقى قاعد بتسمع تراك لجي كول لكندريك، انت شايف الرايم سكيم بتاعه وشايف ابي يوسف بيعمل الكلام ده هنا عادي جدا. انت فاهم قصدي؟ فالمثال الوحيد يعتبر اللي بيعمل الكلام ده دلوقتي هو يوسف، رايمنج ستايل 100%. يعني رايم جت في دماغك فكرتك ابي يوسف 100% كده. 9. ريزم القاعة بقى. ريذم. انا من رايي الشخصي ان الريذم هو اساس البرودكشن ده في كل حاجه. يعني انت مثلا ممكن تبقى رابر بتلعب بيانو وراجل بيانيست درجه اولى كلاسيكلي تريند، انت استاذ جميل، بس لو ما عندكش الريذم انت مش مزيكاتي صايع. ده في اي حاجه مش في برودكشن الراب بس، هو في الراب كده عشان السوينج ده اساسي. يعني من ايام البوم باب لازم السوينج بتاع الدرامز، ودلوقتي بقى اسمها باونس بين براكتس موجوده كده لازم يبقى في باونس، لازم يبقى انت الريذم بتاعك كويس مهما كنت بقى مزيكاتي شاطر، مهما لعبت كام آلة ايا كان ايه هو ده بالنسبه لك، لازم ده صح. لازم الريذم بتاعك يبقى مظبوط. ده الاساس بتاع البرودكشن، ده الاساس بتاع المزيكا. حتى في الميلوديز، يعني انا مثلا لما باجي انا كومبوز ميلوديز او مثلا ببقى عايز الاير حاجه، انا كده عارف النوتس. يعني انا النوتس بالنسبه لي مش دي الايشو ان انا هلعبها ازاي، الريذم بتاعها عامل ازاي. في ناس تبص للريذم ان هو درامز، لا الريذم مش درامز، الريذم هو كل حاجه. الاس اف اكس اللي انت بتدخلها دي بتبدا فين وبتخلص فين، بتسلم ايه. ريذم شايل التراك، هي موجه بتطلع وبتنزل، بتاخد التراك داينامكس من الاول للاخر. انما في برودوسرز مثلا كتير دلوقتي بسمعهم تحس ان البيت روبوت اللي عامله، عارف اللي هو
مفيش حاجه انت فاهم قصدي. هو لوب انت خدته من الاول خلصته للاخر، حطيت الفويس تاج بتاعتك وخلاص خلص الموضوع على كده، فاهم قصدي. فريذم، لا الريذم هو اساس البرودكشن. ماشي، اختار رقم كمان. 1. نرجع ورا خالص. ماشي. تراك. بسيطة خالص، بسيطة ما تعرفش تقول ما تعرفش ترد عليها صح كده. هو فعلا عادي ممكن تبقى في تراك مثلا معلق معاك، انت ماشي على التراك بتاع حياتك صح ولا لا؟ التراك بالنسبة لك ايه؟ يعني اول تراك خالص سمعته وبدأت فعلا ابدأ برودكشن لما سمعته كان تراك بتاع امينيم اسمه رين مان، برودوس باي دكتور دري. تمام. عارف لما تسمع بيت هو بسيط قوي بس هو هيت قوي لدرجه ان انا ممكن اعمل زيه، اللي هو انا ممكن اعمل زي ده عادي جدا يعني، والبيت حلو فشخ. انت فاهم قصدي؟ بسيط جدا وبسيط جدا جدا. يعني احنا دلوقتي بنفتقد السمبلسيتي عامه في التراكات بتاعتنا كارتست وكبرودوسرز على فكره، مش كارتست بس كده كل قاعده وليها شويس. بس هو الغالبيه دلوقتي تلاقي مثلا ممكن تقعد مع ارتست في سيشن هو عايز البيت في 7000 لاير، كل حاجه 5000 ترانزيشن وبريدج هنا وبريدج هنا. زحمه. طب انت هتعمل ايه؟ يعني انا ما عنديش مشكله اعمل ده، انا ده كله ممكن اعمله في نص ساعه. هي الفكره مش في البرودكشن، الفكره مش مديك مساحه. انت فين الهيد روم بتاعك؟ انت كارتست انا المفروض بخدم عليك. يعني هي المزيكا معموله عشان تشيلك من الاول للاخر، عشان اللي بيسمعك ده هيسمعك لانه مش هيسمعك اكابيلا. فاهم قصدي؟ هي الفكره كلها في كده. فالبيت معمول عشان يخدم عليك، ياخد الارتست من الاول يدخلك في بريدج يسحل اللي بيسمعوا معاه، بس مش هو المين فوكس. يعني انا مش داخل اسمع البروديوسر، انا داخل اسمعك انت فاهم قصدي؟ يعني بتسمع مثلا البيتس بره تلاقيها بسيطه، يعني البيت بتاع نوت لايك اس مثلا بتاع دريك بسيط فشخ ما فيهوش حاجه. هو حرفيا سامبل شوبت خد منها 2 ساوندز بالظبط، صوت في الاول وصوت في الاخر. وتمبلاند تمبلاند لا مش تمبلاند، ماسترد اون ذا بيت عمل منها هيت ب2 ساوندز بس، ما فيهاش اي حاجه تاني غير بيز لاين وصوتين ودرام لاين وشكرا، خلص الموضوع على كده. هنا انت ممكن تقعد 7 ساعات مع ارتست في استوديو عشان هو مش عارف هو عايز ايه. انت فاهم قصدي؟ عايزك انت تسحلني بس، اسحلني ودخلني بقى وحط لي مش عارف كورد بروجريشن هنا، ودخل لي بقى هنا بوق، ودخل لي هنا بيانو. احنا مش في معهد الموسيقى، انت فاهم قصدي؟ انت بتعمل مزيكا يا معلم، ده التراك كله دقيقتين. انت فاهم قصدي؟ كيب ات سمبل يعني. كاش رولز. قول لي. تعرف ان انت اكتر حد اسمه لاقي على المكان ده؟ نور والاستوديو كده. عايزين بقى نعمل دلوقتي تراك بدون رولز خالص بقى. شوف اللي جاي في دماغك ونودي. عايزين نعمل حاجة مبهرة في أقل وقت ممكن. تودي في دريل يعني؟ نودي في أي حاجة. أنت هو ده لوك الدريل ده. نودي في دريل ماشي، روح أنا معاك. نودي في دريل خلاص أصلا. خلصانة يا فندم. انصاف بتكبر واحنا بنتقل خطوطنا بس مش حلو. الضربات بغير عشان تفاوض جاهز أقولك أديك محاولة كمان قبل ما أقتلك. ببنك هتاخد كله بقى ياخد محدش بيرد. مفيش دفع بعد الفاب فلتر، مفيش وقت كله بيهد. الدنيا بتتقفل زي الدنيا. هتاخد كله بقى ياخد محدش بيرد. مفيش دفع مفيش حب مفيش وفا كله بيهد. الدنيا بتتقفل زي الدنيا واحنا بنتكلم. انت طلع ناقصك ملح مفيش فلان. بكره هتيجي وتكلمني. قدام المايك زمن غير بتهنك جاي مكمل جاي الشط في نقطة مفيش منطق بينك يجي نتواصل للخصوم ضربات تحت الحزام. احنا هنفضل في الأمام وانت صوليت تتأخرت كتير ويا ريت ما جيت. فتحت جيتك وهمجعنا متخطيت سخن هيت احنا بنلسع. كاش رولز. قول لي ايه رايك في الحلقه؟ زي الفل. نورتنا والله النهارده. بنورك اقسم بالله. لو تحب ترشح لنا حد يجي الحلقات الجايه يبقى مين؟ بروديوسر ولا رابر؟ بروديوسر ورابر اللي يجي في دماغك قوله. بروديوسر كليك ممكن. ماشي. رابر فليكس. لازم يعدي علينا. ماشي خلصان. حابب تقول ايه في نهايه الحلقه؟ يعني مبسوط قوي كده يعني ان انا كنت
كنت موجود معاك النهارده. اخويا كده كده موجود بعيد عن اي حاجه، انت فاهم. حبيبي. والتراك بقى بتاعنا فاهم كده كده، استنوا يعني اللي جاي احسن كتير. في حاجات ما سمعتوهاش هتسمعوها قريب، بس يعني مش محتاج اتكلم، ميدو هيقول بقى. لسه الريسبكت شغال.